الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء، المختص بالملك الأعز الأحمى، الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، والباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، أسبغ على أوليائه نعما عما. أشهد أنه هو الله الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أنه قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ رسالة ربه على أكمل وجه، فصلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فالتقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله تعالى في الأوائل والأواخر. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، من هو الله؟ سؤال: من هو الله؟ ها هو القرآن الكريم يجيبنا عن هذا السؤال، ونعيش وإياكم مع أعظم آية في القرآن الكريم، مع سيدة الآيات. لهم دي الآيات هذا نعيش معها في هذه الجمعة المباركة. أتدرون ما هي هذه الآية؟ إنها آية الكرسي، التي يقول فيها الحق جل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ها هو ربنا سبحانه وتعالى يجيبنا في هذه الآية العظيمة عن من هو الله. تريد أن تعرف ربك الذي تعبده، الذي تقول في كل ركعة من ركعات صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين. ها هو يجيبك ويقول لك: الله لا إله إلا هو. هذا الذي تريد أن تعرفه هو الله، هو الله، الله لا إله إلا هو. يعني هو بوحده، ما معه حتى شي واحد، لا شريك له ولا ند له ولا كفء له، لا أبا له ولا أم له ولا أخ له ولا ابن له ولا صاحبه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله لا إله إلا هو. هذه الآية أو هذه كلمة الإخلاص وكلمة الخلاص، كلمة الإخلاص وكلمة الخلاص. من أخلص لله عز وجل ممتثلا أمره جل في علاه بقوله لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله، لا معبود بحق سوى الله. بمعنى أنني لو بغيت ندير شي حاجة نديرها لوجه واحد، لوجه واحد. بغيت نصلي لله، بغيت نزكي لله، بغيت نحج لله، بغيت نعتمر لله.
بل أجعل حياتي كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي العبادة ونسكي يعني ما تذبحه وما تنحره من الذبائح ديال عيد الأضحى مثلا، ديال العقيقة، ديال باغي تذبح شي حاجة أن تكون لله، ما دير معه لا سيدي فلان ولا لا فلانة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي جل في علاه، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. إحنا كنا في واحد الوقت لا شيء، ما كنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا سبقة العدم، ثم وجدنا في الدنيا، ثم يلحقنا فنا. غادي نموت واحد النهار، غادي نموتوا ونمشيو في حالنا. ربنا سبحانه وتعالى لا 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 لا، هذا الشيء ما عندوش. حي لم يسبق حياته عدم ولا يلحقه عدم ولا فناء. الحياة المطلقة، قيوم، الحي القيوم، قيوم على جميع خلقه. يعني هو سبحانه وتعالى هو اللي كيسير الأمور ديالنا، هو اللي كيدبر الأمور ديالنا، ولا يحتاج هو إلى أحد، لا يحتاج إلى أحد. أي إنسان منا تقدر تكون كتنفع الناس، ولكن كتسنى واحد النهار ينفعك شي واحد، واخا ما يكونش هذوك الناس اللي نفعتي، ولكن غادي تحتاج. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، قيوم بنفسه جل في علاه. هذا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إمتى هذا الإله كياخذ الراحة ديالو؟ إمتى كينعس؟ إمتى كيرتاح؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. ما كتجيش ديك المقدمة ديال النعاس ملي كتضرب واحد الغمضة وتعاود تفيق، هذيك ما كايناش. ولا ملي كتجبد عليها كتمشي بحالك، هذيك ما كايناش. يغمض غير تغميضة واحدة مشى الكون كله. لا تأخذه سنة ولا نوم. حدود ملكه له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض، يعني الملك المطلق. تلقايكش عبد الملك مثلا كيملك الدار ديالو، كيملك شي فدان، كيملك شي بهايم، كرمكم الله. هذا ملك ماشي مطلق. تقدر اما هذيك الحاجه تمشي عليك او لا انت تمشي عليها، وحده في الجوج. اما الله جل في علاه لا، ملكه لا يزول ولا يحول، له ما في السماوات. وشوفوا سبق هنايا الجار والمجرور باش كيقول لنا ان الملك كله محصور لله عز وجل. واخا تقول انا كنملك الدار وانا كذا، فالمالك الحقيقي هو الله جل في علاه. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ شكون هذا اللي غادي يشفع عنده لشي حد الا ما عطاش الاذن؟ والله ما يشفع. شنو هي الحاجه اللي درتها هذا الاله هذا ما يسقلش الخبار او لا ما يعرفهاش؟ ما كايناش. يعلم ما بين ايديهم اللي قدامهم وما خلفهم اللي موراهم. علمه محيط بنا جل في علاه. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، وحنا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. الحاجه اللي بغى هو اللي كيوريها لنا، اللي ما بغاش كيخليها عنده. مثلا كعلم الساعه ما وراها لناش، استاثر به، ما عرفها لا ملك ولا نبي ولا مرسل، حتى شي واحد، ولا ولي ولا استاثر بها ربنا سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والارض. كرسيه يعني كيقول العلماء الكرسي اللي كيحط عليه القدمين ديالو جل في علاه. وسع كرسيه السماوات والارض،
يعني واسع. وبالنسبة للكرسي بالنسبة للعرش، إذا كان الكرسي بحال هكا كي غيكون العرش؟ كيقول لك العلماء الكرسي كيمثل الكرسي بالنسبة للعرش بحال شديت واحد الحلقة ولا واحد الدبريج ورميتيه في واحد الصحراء. فين غادي يبان هذاك الدبريج ولا ذاك الخاتم في هذيك الصحراء ولا ذيك الحلقة؟ والو. هذا كيمثلوه بالنسبة للكرسي للعرش. الكرسي بحال بالنسبة للعرش ما كيبان والو. ولا يؤوده حفظهما، أي ولا يعجزه ولا يثقله أن يحفظهما، أي أن يحفظ ما السماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيهن. كان شي حد سيد ربي سبحانه وتعالى لا يعجزه ولا يثقله أن يحفظ ذلك كله، وهو العلي العظيم. علي جل في علاه وعظيم سبحانه وتعالى. هذا هو الله، هكذا عرف لنا ربنا سبحانه وتعالى نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. إذا كان هذا هو الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، المتنزه عن النقائص، المتنزه عن الشريك، المتنزه عن كل عيب جل في علاه، فكيف يقنط الإنسان؟ إذا كان هذا هو سيد ربي، علاش حنا كنقنطوا؟ علاش كنقنطوا؟ علاش؟ إلا قال لك هو حي، هو بعدا بوحده، ما معاه، يقول لك مع شي واحد، يقول لك سيدي ربي بغى يخلق مثلا هذا براسو كما معروفين، بقى يتمشى على جوج رجلين، يقول له الاخر لا انا بغيت يبقى يتمشى على يديه. ها احنا ولينا في النزاعات. هو بوحده جل في علاه، ما تخافش، ما كاين اللي يدبز معاه، ما كاين اللي يتخاصم معاه، ما كاين اللي ينازع الملك ديالو، بوحده. ثم هو حي ما كيموت وقيوم، انت تحتاج له وهو ما يحتاج. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ما كينعس، ما كيعيا، ما كيشد النعاس. ماشي شي نهار تمشي لعندو تقول يا ربي ويخرج لك شي مالك يقول لك لا سيدي ربي راه اليوم مرتاح، راه نعس، خليه ما تفيقوش. ما كايناش هذه. لا تاخذه سنه ولا نوم، له الملك المطلق، له الملك المطلق. الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، علمه محيط بالخلائق، استأثر بعلمه، كرسيه واسع السماوات والأرض، يحفظ ما ومن في السماوات ومن في الأرض، وهو العلي على خلقه والعظيم. إذا كان هذا هو الله، إذا كان هذا هو سيد ربي، علاش كنمشيو شي حد آخر؟ علاش؟ كتلقى الإنسان فين كيمشي؟ يا ريت يكون كيمشي غير شي حد بعدا اللي نقولوا مسجد، كيمشي اما لشي كاهن ولا شي ساحر، حق راه عندي العكوس، لا واه ما تيسراتلش الامور، لا واه بنتي ما بغاش ما كيجيوها الخطاب ما كدرتش، لا واه ما كيجيوهاش الخطاب، لا واه خديت الاجازه ما خدامش، لا واه كذا، وكيمشي ويقول لك يدير له القبول ويدير له اي عقل عند الناس هؤلاء. اش من عقل هذا؟ اذا كان هذا هو الله، علاش مشينا عند فلان؟ موسخ عباد الله، موسخ. هذا اللي كيمشي ليه واش كتعرف شكون هو؟ الساحر الكاهن راه ما كيعطيه الضمان الشيطان، وما يخدم معاه وما يصيفط ليه اللي يخدم معاه حتى كيعطيه شي شروط، من بينها اكرمكم الله كيكتب المصحف، كيكتب القران بدم الحيض. هذا نمشي عنده عباد الله، هذا نثق فيه، يبقى دائما على جنابه. اكرمكم الله يدخل المصحف المرحاض، كاين اللي كيقول الشيطان شوف لبس المصحف هذا رجله ولبس المصحف هذا رجله تمشى بهم. هذا عباد الله مشينا لعنده، هذا ينفعني، هذا كينفعكم نفع راسو بعدا. قال لك حق يدير لي القبول ولا يدير اش من قبول؟ ولا القبول لله، الا ما داركش سيدي ربي والله ما يديركش احد. لا واسح لي الفلانه باش تبغيني، تمشي المراه تسحل الراجل باش يبغيها، تمشي الراجل تسحل البنت باش تبغيه. اش هاد التخربيق؟ اش هاد التخوريف؟
لا واحد حقا باش يبقى يجيو عندي الكليان خصني نسحر باش الكليان يمشيو مع صاحبي ويجيو لعندي باش انا نربح. راه ملي كتمشي لعندو بعد واحد الحمق كتعطي الشيطان كتعطيه راسك يدير فيك اللي بغى. الشيطان زعما ينفعك، كيدير لك الطعن بحال الحوته، كيدير لك الطعن في الصناره ويرميها، كينفعك كتولي بخير. كتلقى شحال واحد مكروف كيمشي اكرمكم الله عند شي ساحر كيرجع بخير وعلى كيقول تبارك الله عنده ما يتقال. راه الشيطان اللي دارها بك اش من عنده ما يتقال. غادي تمشي هاد المره هذه، العام الجاي في نفس الوقت غادي تكرف، خاصك ترجع باش تسدد الولاء للشيطان. راه كيمشي عنده راه كتسني كونطرا لجهنم نيشان، كونطرا جهنم نيشان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. غير مشيتي لعنده قلت انا شوف هذا خينا هذا اش كيدير 40 يوم ما تقبلتك الصلاة، ضمنتي راسك انت تعيش هذيك 40 عام، هذيك 40 يوم. ثم قال: ومن صدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الانسان راه كيلعب بالدين ديالو، هادشي راه ما فيهش اللعب، يعطيك الدنيا طوموبيلات الفيلات وكذا، ولكن المصير عياذا بالله الى جهنم. طبعا لمن لم يتب، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللي ما تبش في الدنيا ومات على شركه او على سحره فهذا راه جهنم نيشان. المساله خطيره. راه كندير اعوذ بالله، كاين اللي كيدير الشيطان كيجعلو بحال سيدي ربي. ملي تمشي انت عند الشيطان، عندك الساحر باش يكتب لك باش تخدم ولا باش تزوج ولا باش راه مشيتي عند سيدي ربي. علاش الانسان كيعجز؟ علاش ما ينوش في 2 الليل في 3 الليل وبكي على مولاك؟ واش كيعلم مولاك؟ له ما في السماوات وما في الارض. والله واخا نوضو كاملين على اهل الارض وندعيوه كاملين ويعطينا كل شيء، يعطي المساله ديالو، ما يتنقص من الملك ديالو والو. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. انت قول يا رب. عاش الانسان كيمشي يعكس على هذه ويمشي قال حاجه سهله، هذيك ماشي سهله هنا، ولكن المصير جهنم. وكيفاش يرضى الانسان انه يمشي للشيطان يدير فيه اللي يبغى؟ الشيطان راه كان يشد موس جلوي وبدا يقطع مربعات، ما يبقى ما تبقى فيه. حتمشي انت عنده يدير لك الخير. هو رفض ان يسجد لابيك ادم وعصى ربه على عاد انت ينفعك. نسال الله السلامه والعافيه. ثم اعلموا رحمكم الله ان الله امركم بالصلاه والسلام على الشفيع يوم الزحام، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن صحابة رسولك الكرام، اللهم أوردنا موردهم وأدخلنا مدخلهم، اللهم لا تحد بنا عن طريقتهم ولا عن منهجهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك الستر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن توفق أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة، اللهم أقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن وشد أزره بأخيه مولاي الرشيد وبسائر أسرته العلوية الشريفة يا أرحم الراحمين ورب العالمين. وارحم الله الملكين الجليلين
مولاي الحسن الثاني ومولاي محمد الخامس طيب الله ثراهما، اللهم ارحمهما وارحم سائر موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن لنا أمورا وحاجات في صدورنا لا يعلمها إلا أنت ولا يقدر على قضائها إلا أنت، فاللهم اقض لنا حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم أدر لنا الدرع وأنبت لنا الزرع وأجر لنا السواقي والأنهار يا عزيز يا غفار. اللهم اسق عبادك وبهمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت يا عزيز يا وهاب. اللهم هب لنا مغفرة من عندك وهب لنا توبة من عندك. اللهم هب لنا وارزقنا يا إلهنا ويا خالقنا ويا رزقنا، ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم أحل علينا رضوانك الذي لا سخط بعده، اللهم أوردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة مع الأبرار، اللهم ارزقنا الجنة مع سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا مرافقته يا رب العالمين في أعلى الجنان. اللهم إنا قد رفقنا أنفاسه فارزقنا مرافقة نفسه يا رب العالمين أو نفسه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا مرافقة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم بالسعادة أجلنا وبالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.